يقول: صلينا في رمضان 8 ركعات في التراويح، ثم صلينا في العشر الأواخر صلاة الليل وهي 6 ركعات، فهل ورد هذا؟ يعني كأنهم صلوا التراويح وقيام الليل. الأفضل هو الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تقام 11 ركعة كما في الصحيحين من حديث عائشة: ومن أراد أن يزيد لا نستطيع أن نبدعه ولا أن نقول إنه ارتكب محرما، لكن الأفضل الاقتصار على ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننصح بتأخيرها إلى الثلث الأخير إن استطعت، فهو الوقت الذي ينزل فيه رب العزة إلى سماء الدنيا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. نعم.